تصريح خطير من جون سينا يكشف فيه عن معجزات الله في حرائق أمريكا بعد إعلان إسلامه، ويدعو ترامب لاعتناق الإسلام وينتصر للعرب والمسلمين. شاهد ماذا حدث. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت تتفق معي أن هذه الحرائق غضب من الله على أمريكا، فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا منذ 10 أيام. وحتى هذه اللحظة تحاصر النيران غابات ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وامتدت إلى مدينة لوس أنجلوس، ودخلت منطقة هوليوود هيلز التي تعتبر رمزاً لصناع السينما في الولايات المتحدة الأمريكية. النيران في كل مكان. وترامب بعدما توعد بجحيم الشرق الأوسط، إذ بالجحيم يلتهم بلاده، خسائر بالمليارات، وبايدن ليس موجوداً في البيت الأبيض، واستسلم لغضب الله وأصبح عاجزاً للإطفاء تلك الحرائق التي التهمت الأخضر واليابس. ومخاوف بالبنتاغون من اقتراب النيران من المخازن النووية، كما صدرت أوامر لعشرات الآلاف من السكان بالإخلاء في شمال ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة إثر اندلاع حريق ضخم في أحد أكبر مصانع تخزين البطاريات في العالم عصر الخميس. وارتفعت ألسنة اللهب والدخان الأسود في السماء بحلول مساء الخميس دون أي إشارة على أن الحريق يمكن أن يهدأ. وصدرت أوامر لنحو 15,000 شخص بمغادرة موس لاندنج ومنطقة الكورنسلو بحسب صحيفة ذا ميركوري نيوز. وتمتلك شركة فيسترا إنرجي ومقرها تكساس مصنع موس لاندنج باور اللي يقع على مسافة نحو 124 كيلومترا جنوب سان فرانسيسكو، ويحتوي على عشرات الآلاف من بطاريات الليثيوم. ومن الصعب للغاية إخماد حريق حال اشتعلت النيران في البطاريات. والبنتاغون يقول النيران على مشارف مخازن النووي الذي يهدد بنسف ولاية كاليفورنيا في حال انفجار هذا المفاعل النووي الأكبر في ولاية كاليفورنيا التي يسكنها الأثرياء ومشاهير هوليوود. فقد صرح جون سينا وأدلى بتصريحات في مؤتمر جماهيري كما نقلته شبكة فوكس نيوز الأمريكية. لقد أشهرت إسلامي عندما شاهدت معجزات الله في حرائق لوس أنجلوس وكاليفورنيا، هذا الذي جعلني أتطلع على بعض معجزات الله وبمساعدة الشيخ الذي أسلمت على يداه. فقلت له: هل من معجزات حدثت من قبل مثل ما يحدث الآن في لوس أنجلوس؟ فقال لي: ما يحدث في ولاية كاليفورنيا ولوس أنجلوس ما هو إلا غضب قليل من الله، فهناك معجزات حدثت وتم ذكرها في القرآن الكريم أكبر بكثير بما يحدث الآن في أمريكا. فهناك معجزة نوح وفرعون وقوم لوط وقوم عاد. وحدثني الشيخ بالتفصيل عن تلك المعجزات، وأنا بعض دراسة وتحليل أقول إن ما يحدث الآن في أمريكا هو غضب من الله لما تفعله ضد العرب والمسلمين، والدعم اللامحدود لإسرائيل، وخاصة بعد أحداث 7 أكتوبر. وبعد وقت قصير من الهجوم أصبح بايدن الذي يصف نفسه بأنه صهيوني أول رئيس أمريكي يزور إسرائيل في وقت الحرب، وواصل الترخيص لتدفق الأسلحة بثبات إلى إسرائيل على الرغم من الخسائر في صفوف المدنيين من أطفال ونساء، ويساعدهم في قصف المستشفيات والملاجئ التي يحنمون بها الفلسطينيين، والأزمة الإنسانية الكبيرة الذي شهده قطاع غزة، ومساعدة إسرائيل في الإبادة الجماعية لسكان غزة من دمار وقتل وتجويع وعطش. ولم تكتفي أمريكا بذلك، بل دمرت من قبل العراق وأفغانستان واليمن وليبيا وسوريا ولبنان، ودائما تساعد الظالمين ضد المظلومين والضعفاء، ووضعوا أنفسهم مكان الله في الأرض. فأين الرئيس بايدن الآن الذي وصف نفسه بالصهيوني من حرائق لوس أنجلوس وكاليفورنيا؟ فهو استسلم لإرادة الله وكان يفكر إنه أكبر من الله. فهنا تذكرت أحد الخطابات التي ألقاها الرئيس الأمريكي جون بايدن، ووقف أمام حشد من الناس ليعلن بكل غطرسة: أمريكا دولة عظيمة لا يقدر عليها أحد، جملة تحمل في طياتها الكثير من التحدي كبار، وكأنه يريد أن يقول أن بلاده بمقدورها التغلب على أي شيء حتى لو كانت الكوارث الطبيعية. هذا الموقف الذي اتخذه بايدن أثار استياء العديد من المؤمنين، حيث رأوا فيه تحديا صريحا لقوة الله وسلطانه. فما الذي يستطيع أن يتحدى الخالق ويظن أنه بمناع عن عقابه؟ تلك الكلمات لم تمر مرور الكرام، فقد حملت رسالة استفزازية لا تتوافق مع القيم الدينية التي تحث على التواضع والخضوع لقوة الله. كان من الواضح أن الغرور والاستكبار سيطر على عقلية بايدن، فظن أنه بمقدوره تحدي أي قوة بما في ذلك الإرادة الإلهية. لكن الأيام القادمة كانت تحمل له ولبلاده درسا قاسيا سيغير مجرى الأحداث ويجعله يدرك معنى العجز أمام قدرة الله. لم يمر وقت طويل على خطاب بايدن
حتى جاء إعصار ميلتون ليضرب السواحل الأمريكية بكل قوته، مدمرا مدنا وقرا بأكملها. إعصار لم يكن عاديا، بل كان إحدى أقوى الكوارث الطبيعية التي شهدتها الولايات المتحدة في تاريخها. سرعة الرياح كانت جنونية، والأمطار الغزيرة أغرقت الشوارع والمنازل، مسببة إضرارا لا تحصى. كان إعصار ميلتون بمثابة أولى الرسائل الإلهية التي جاءت لتذكر الرئيس بايدن وسكان الولايات المتحدة بضعفهم أمام قوه الله، خاصة أولئك الذين تجرؤا على تحدي الله. فالأمريكيين قد أصابهم الدهشة والخوف بعد اشتعال الحرائق في ولاية كاليفورنيا ومدينة لوس أنجلوس، وبعد إعصار ميلتون منذ أشهر قليلة في ولاية فلوريدا، وأصبحوا يتساءلون هل كان هذا هو الرد على كلمات رئيسهم؟ وبينما كانت الحرائق وما زالت تدمر بشدة أغنى الولايات المتحدة وهي ولاية كاليفورنيا، وأنا شاهدت بنفسي الدمار الهائل والخراب الذي خلفته الحرائق. وما زالت هذه الحرائق مشتعلة وتأكل الأخضر واليابس وتقترب من أكبر مفاعل نووي في كاليفورنيا، حيث بدأ الجميع يدركون أن ما حدث لم يكن مجرد مصادفة. بينما كان بايدن يرتعش مع انتشار الحرائق في كل مكان في كاليفورنيا، فقد تزايدت الأصوات التي ترى فيما حدث له عقابا من الله على كلماته المتكبرة. لم يعد ذلك الرئيس الذي يتحدى بقوة وعناد، بل أصبح شخصا ضعيفا يحتاج إلى المساعدة، عاجزا عن مواجهة ما حدث. وبالنسبة للكثيرين كانت هذه اللحظة تجسيدا حقيقيا لمعنى العجز البشري أمام إرادة الله. فقد ذاق بايدن طعم الضعف والذل بعد أن اعتقد أنه في مأمن من أي خطر. لكن القصة لم تنتهي هنا، فبينما كانت الحرائق تجتاح البلاد ويلقي بظلاله الثقيلة، كانت هناك لحظات إلهام وهدى تجلت للكثيرين مع تزايد التقارير الإعلامية والشهادات التي تشير إلى أن ما حدث كان بمثابة رد الأهي على غرور رئيسهم. بدأ الآلاف من الأمريكيين يتجهون نحو الإسلام بعدما شعروا بأن ما جرى كان علامة من الله على قدرته المطلقة. العديد من الأمريكيين الذين عاشوا تجربة الأعصار والحرائق شعروا بأن الله أرسل لهم هذه الرسالة لتذكيرهم بضرورة العودة إليه، وبدأوا يبحثون عن الحقيقة التي طالما تجاهلوها. فأن شاهدت المساجد في العديد من المدن الأمريكي فيها إقبالا كبيرا من الناس الذين يرغبون في معرفة المزيد عن الإسلام وعن القيم الروحية التي يحث عليها. كانت لحظة مؤثرة للغاية عندما شاهدت عشرات الآلاف من الأمريكان يدخلون المساجد ليعلنوا إسلامهم، والدموع تملأ أعينهم، وكأنهم أدركوا أن ما حدث كان رسالة سماء. ما حدث للرئيس جون بايدن وللشعب الأمريكي لم يكن مجرد صدفة، بل كان درسا للبشرية جمعاء. كل من شهدوا تلك الأحداث أدركوا أن الله يمهل ولا يهمل، وأن من يتحداه بقوة وغرور سيجد نفسه في لحظة عاجزا أمام قوة الطبيعة التي هي إحدى أدوات الله في إظهار قدرته. وأنا أناشد الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب أن يتعظ بما حدث للرئيس بايدن، فالله أراد معاقبة بايدن قبل خروجه من البيت الأبيض بأيام، ويبين عجزه التام أمام هذه الحرائق. وأنا أنصح دونالد ترامب بأن يعتنق الإسلام وأن يدعو سكان الولايات المتحدة بدخول الإسلام، لأن هذا هو الحل لكي تتوقف هذه الحرائق. وأنا بصفتي الآن مسلم أدعو جميع الأمريكان بدخول الإسلام، لأنه دين الحق والسلام. فأنا أعيش أجمل لحظات حياتي وأنا أصلي لله رب السماوات والأرض وادعو له أثناء الركوع، فأنا كأنني تولدت من جديد. وأقول لدونالد ترامب: إذا دخلت الإسلام فإن الله سيغفر لك كل ذنوبك قبل الإسلام، وكأنك تولدت من جديد. وأقول لك إنك في آخر عمرك، وتوب إلي الله وأعلن إسلامك. وفي النهاية شاركونا بآرائكم في قسم التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.